كيف السجن غلطه على كل تكتيكيه دفاعيه من طرف الدفاع فريق ريال مدريد، لأنه كيعرف يتعامل مع المباراة وسبق بيبي وسجل الهدف. هذه هي طريقة اللعب اللي حكى عليها اللي صرح بها المدرب. اللعب الجماعي، استحواذ ممكن أكثر من ريال مدريد، والخروج بسرعة من منطقة الدفاع إلى منطقة الهجوم، ولما لا يحاول يسجل هدف. هذا ما صار، لكن بعد الهدف رجع نوعا ما للخلف وحاول يصمد، لكن إمكانياته عندك يلعب بهذه الإمكانيات. نعم عندك نجوم، لكن النجوم اللي شفناه يوم الأربعاء أمام البارسا ما شفناه اليوم، يعني أرجع للنفس اللاعب اللي كان فيه. نعم بالفعل، وقلنا أيضا بأن الفريق يعاني ربما من خروجه من الكأس، لم يهضم بعد لأنه لعب مباراة كبيرة، لكنه في الأخير أقصي. إذا عادت حليمة إلى عادتها القديمة، تغييرات في الفريق وشكوك، وهذا يؤثر على الفريق ككل وعلى بعض اللاعبين أيضا. أعتقد أن هذه هي الشكوك التي يعانيها أي محب لريال مدريد. ننظر إلى الفريق ويلعب أمام برشلونة والجميع يريد أنه قادر على الفوز حتى على برشلونة، ولماذا لا يفعل ذلك أمام ساراغوسا ويعزز هذا الأسلوب؟ لعب بتلك الطريقة خلال دقائق قليلة على منطقة عمليات ساراغوسا، ولكن لم تكن هناك استمرارية. هذا الفريق في حاجة إلى خلق والإبداع، ولا يعتمد فقط على الفرديات. الهدف كان مميزا خاصة بحركة كاكا، وباريديس هو الذي كسر التسلل. لقطة مثل هذه ستكون فيها فقط المهارة الفردية، وكاكا كان قد وصل بشكل طيب، ولكن ريال مدريد عليه أن يعزز وأن يعتمد على خطة معينة، أن يستحوذ على الكرة. ماذا يريد أن يفعل بالضبط؟ كيف يخطف الكرات؟ هذا هو مشكل ريال مدريد، واليوم في حاجة إلى البحث عن نضج، خاصة لما فعله أمام برشلونة، والبحث أيضا عن خطة، عن طريقة، عن انسجام، عن فريق، عن 11 لاعبا اساسيا. الفريق لم يشاهد الفريق حتى الان ما يكون. هذا كان منتظرا. قلنا بان الريال سيعاني في ال20 دقيقه الاولى، وبالفعل تلقى هدف وعادل النتيجه، لكن فارق كبير بين الفريقين. لكن